المبنى اللي ورا ده هو اسم الشرطه اللي موجود في تاني مدينه هنستكشفها في تكساس. بس قبل ما نبدا نستكشف، انتوا فاكرين التحديات اللي بنعملها في كل مدينه؟ تعالى نراجع مع بعض يا صاحبي عشان انت بتنسى بسرعه. اول تحدي هو ان احنا نروح اسم الشرطه او نقابل شرطي من المدينه. تاني تحدي وهو ان احنا ندور على مسجد عربي موجود في المدينه اللي احنا بنستكشفها. تالت تحدي وهو ان احنا ندور على ماركت او مطعم عربي موجود في المدينه وناكل منه. ورابع تحدي وهو ان احنا نزور الداون تاون او اشهر مكان موجود في المدينه اللي احنا بنستكشفها. وخامس تحدي وهو ان احنا نشوف اسعار البيوت واسعار الايجارات في قلب المدينه. رجعنا مع بعض، يلا بينا نبدا بقى. المدينة اللي احنا هنستكشفها النهارده واللي تعتبر تاني مدينة نستكشفها في تكساس هي مدينة ساوث ليك. وساوث ليك تعتبر من اغنى المدن اللي موجودة في ولاية تكساس كلها. عشان بس تتخيل معايا ان ولاية تكساس دي هي يعتبر نفس مساحة مصر، طبعا مش بالظبط ولكن قريبة جدا جدا من مساحة دولة زي دولة مصر. فاحنا بنتكلم المدينة اللي احنا نستكشفها دي هي اغنى ويعتبر من اغنى 5 مدن موجودة في ولاية تكساس. عدد سكان المدينة دول حوالي 30 ل 31 الف واحد، معظمهم صحاب البشرة البيضاء، ولكن طبعا في عرب فيها، لكن العرب مش كتير فيها. طبعا اصحاب بشره السمراء فيها، كل جميع انواع الاعراق اللي موجوده في امريكا، ولكن الاغلبيه هم البيض. جو النهارده زي ما انتم شايفين جميل، هو مش ساقعه قوي ولا حر، هو جو ربيعي كده مدي على نسمه سقعه. دي شوارع المدينه يعتبر احنا لسه واصلينها. شوارع امريكا كلها شبه بعض، ولكن هنا الشوارع نظيفه شويه. وهنا بقى بتشوف جميع انواع العربيات، من تسلا اللي لسه داخله يمين دي، تشوف بورش، تشوف بي ام دبليو زي اللي كانت لسه جايه من على الشمال، تشوف فيراري وانت ماشي، تشوف جميع انواع العربيات. فانا كل ما احب اصلا اجي اتفرج على العربيات وكده تيجي المدينه دي وتقف بس في الشارع كده تتفرج على العربيات الرايحه والجايه من الانواع الغاليه جدا. طب خلينا نبدا باسعار البيوت. والبيت اللي انتم شايفينه ده البيت معروض للبيع وسعره 1,750,000. ده معروض، ودي صوره من جوه كمان. هو بيت كبير وكل المعلومات بتاعته ظاهره قدامكم اهو، وصوره من جوه، وسعره 1,750,000. وده هيبقى النيبرهود بتاعك او الحاره بتاعتكم بمعنى اصح. كل البيوت اللي انتم شايفينها دي بتبدا من مليون، يعني 1,014,000، 1,015,000، 1,016,000 زي ما انتم شايفين كل البيوت دي. فانت بتتكلم عشان تشتري بيت في المدينه دي انت بتبدا بمليون. اما بقى بالنسبه للبيوت دي فاحنا دخلنا ليفل تاني، هو ليفل ال 2 مليون. احنا رايحين دلوقتي البيت تاني معروض للبيع ب 2 مليون ونص، وهو موجود في النيبرهود اللي انتم شايفينه ده. وطبعا زي ما انتم شايفين البيوت دي هنا بتبدا ب 2 مليون فيما فوق، يعني 2 مليون و100,000، 2 مليون، مفيش هنا اقل من 2 مليون. فما شاء الله ما شاء الله البيوت هنا جميله جدا جدا جدا. طبعا هو بيبقى نيبرهود عباره عن مثلا 50 بيت 60 بيت كلهم جنب بعض، مترصصين جنب بعض كده. وده البيت اللي معروض زي ما انتم شايفين فور سيل اهي اليافطه. ده البيت اهو، وده شكله من بره وشكله من جوه زي ما انتم شايفين. كل الصور اللي ظاهره قدامكم دي بتفاصيله بسعره بشكله من جوه وجمال وحلاوه البيت. طبعا البيت اللي معروض للبيع اهو، ولكن كل البيوت اللي انتم شايفينها دي برده ب 2 مليون وشويه، 3 مليون كل البيوت دي. فعادي كده حوش 2 مليون ونص كده بسرعه وتعالى اشتري البيت ده معروض للبيع. فتعالى الحقه قبل ما حد غيرك يجي يشتريه، وتعالى عيش هنا بقى وسط حبايبك المليونيرات. فبالنسبه لشراء البيوت هنا اعمل حسابك في اقل حاجه $900,000 ل $1 مليون عشان خاطر تشتري بيت هنا. ولكن مثلا لو عايز تأجر بيت مش عايز تشتري، تعالوا نشوف كده الايجار بتاع البيوت عامل كام. بالنسبه للايجار في البيت اللي قدامكم ده معروض للايجار زي ما انتم شايفين. البيت ده قال لنا شويه نزلنا من 1 مليون و2 مليون. البيت ده مش للبيع، البيت ده للايجار، وده النيبرهود اللي انت هتعيش فيه او المكان اللي انت هتعيش فيه. قبل ما تشوف صور من جوه، سعر ايجار البيت ده بس سعر ايجاره $4,300 للايجار شهريا. وده شكل البيت من جوه بمميزاته، بالمطبخ واوض النوم بقى والليله كلها. ودي كمان معلومات البيت، كم اوضه، كم حمام، وليلته ودنيته. وده يعتبر اقل ايجار هتدفعه في المدينه هنا بالنسبه للبيت، هو من 3000 ل 4000 5000 وانت طالع بقى لايجار بيت زي اللي انت شفتوه ده. طب احنا كده شفنا اسعار شراء وايجارات البيوت اللي في المدينه ساوث ليك اللي احنا بنكتشفها دي. بالنسبه بقى للشقق واللي غالبا هتكون ارخص، تفتكروا سعرها هيبقى عامل كام؟ تعالوا نشوف. 1 hour later. عايز اقول لكم ان لفيت داير الكعب عشان الاقي لكم ارخص سعر شقه هنا في ساوث ليك، وجيت عند الابارتمنت اللي انتوا شايفينها دي. شكلها جميل، شكلها متواضع، عباره عن شقق كل شقتين فوق بعض. هو مبنى فيه 4 شقق، كل شقتين فوق بعض، دور ارضي دور تاني، دور ارضي دور تاني. اما بالنسبه للسعر فهم عندهم نوعين، عندهم شقه فيها اوضه وحمام، ودي سعرها بيبدا من 1520 او 30 حاجه زي كده. السعر بيبدا، ده مش معناه ان ده السعر الاساسي، ساعات بيبقى اغلى. اما النوع الثاني وهي شقه فيها اوضتين وحمامين، ودول سعرها بيبدا من 1920. سعر صراحه ربنا، وده اقل ابارتمنتس او اقل شقق
تقدر تاخدها هنا وبعيده عن الداون تاون او مركز المدينه بشويه حلوين، او بمعنى صح هي بتبقى قريبه من مدينه ثانيه او على حدود مدينه اللي هي ساوث ليك. وعايز اقول لكم ده مقارنه بمدن ثانيه هنا في تكساس وباسعار الشقه اللي فيها اوضه وحمام بس، فده سعر غالي جدا جدا جدا. ولو عايزين تصدقوا على كلامي، فلو فاكرين في فيديو السكن في امريكا اللي انا اتكلمت على جميع انواع السكن فيه، شفنا شقق في الفيديو بسعر 800 و900 دولار للاوضه والحمام، ولو فاكرين روح اتفرج عليه وهتعرف الحقيقه. كده شفنا اسعار البيوت وشفنا ايجارات البيوت وشفنا ايجارات الشقق. يلا بينا على التحدي اللي بعديه. بالنسبه للماركت او المحل العربي اللي المفروض ناكل فيه، فعندي خبر وحش جدا ان ساوث ليك تمل كلها ما فيهاش اي سوبر ماركت عربي او اي مطعم عربي خالص. بصراحه ربنا ده نادر جدا انك تلاقيه في المدن اللي حرفيا في الداون تاون، مش المدن البعيده المتطرفه اللي في الفلاحين زي ما بنقول، لا ساوث ليك في نص المدينه. فغريبه جدا 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 انك ما تلاقيش فيها اي مطعم عربي او سوبر ماركت حتى عربي تقدر من خلاله تشتري الحاجات العربيه اللي احنا متعودين عليها. فدي حاجه غريبه جدا 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 وما شفتهاش قبل كده. ولكن في مطعم واحد بس لحق لنا المشكله، هو مطعم بدايته عربي، لا وكمان بدايته مصريه خالصه، والمطعم ده الا وهو ذا حلال جايز اللي ورايا. اللي متابعني من بدايتي لما كنت عامل فيها فيديو ريفيور وبراجع الاكل وكده هيعرف ان تاني حلقه او تاني فيديو عامله في حياتي اصلا في اليوتيوب كان عن فيديو لحلال جايز او ريفيو لمطعم ذا حلال جايز. وصراحه ربنا المطعم ما كانش احسن حاجه، ولكن لان المطعم ده بدايته مصري بادئ في نيويورك واللي عامله مصري وصاحب الفكره مصري، فده معناه انه مطعم عربي. فتعالوا نخش نعمل اوردر لاي حاجه وناكلها منهم. وانا انا جربته قبل كده مليار مره ومش بحبه، ولكن مضطر اجربه تاني لانه المطعم الوحيد الحلال الموجود هنا. بس ده مش معناه ان المطعم وحش، هو المطعم انا بالنسبه لي انا ما بحبوش، بحس ان الطعميه بتاعتهم مش حلوه، بحس ان الفراخ بتاعتهم والاطباق اللي بيعملوها مش حلوه، فعشان كده هدوق حاجه صغيره، مش هجيب حاجات كتير يعني منهم. اعتقد ان انا هجيب بس طعميتين من عندهم لا اكثر، لان انا ما بيعجبنيش الاطباق اللي بيعملوها واللي وريتها لكم فيديو قبل كده، ما بيعجبنيش السندوتشات وما بيعجبنيش اصلا العيش اللي هم بيستخدموه، مش الطف حاجه. فهجيب طعميه بس ساده. المنيو بتاعهم اللي فوق اهو، وعندهم لحمه الجيرو لو انتوا عارفينها اللي هي بتقطعوا هنا اهي ورانا. دخلت ودفعت وجبت من عندهم طعميتين بس، والطعميتين حقهم زي ما انتم شايفين $2.70، يعني الطعميه الواحده واقفه عليا $1.35. واللي شاف الفيديو اللي انا عملته على حلقه جايز قبل كده، فانا في الفيديو ده جربت المنيو كله، جبت من عندهم المنيو كله، جربت كل حاجه، ما عجبنيش حاجه الصراحه لو فاكرين في الفيديو. بالنسبه للي جالي فهم عباره عن طعميتين وعلبه صوص زي ما انتم شايفين. طعميه معوقه شويه يعني مش الطعميه المصريه بتاعتنا. من قبل ما ادوق عارف انها مش هتعجبني لان طعميتهم غير الطعميه المصريه بتاعتنا. احنا الطعميه المصريه بتاعتنا اكترها فول مش حمص، ولكن بقيه العالم العربي كله بيعملوها بحمص اكتر من فول، يعني بيحطوا حمص كتير وبيحطوا سنه فول. احنا بنحط فول كتير وبنحط حته حمص صغيره، فالطعميه اللي معموله بحمص ما بتعجبنيش. فكل اللي عليك انك هتحط دي الصوص. بسم الله. انا عارف مش الطف حاجه، ولكن توفي الغرض. لو انت جعان وعايز تاكل اي حاجه تعالى هنا. كل طعميه تحس انها جايه من لعبه ماينكرافت. عارفين دي لو معاها رغيف عيش كده بلدي بتاعنا المصري، ساعتها هبلع لهم انها بحمص عادي، هاكلها بس بالعيش المصري ده. لكن للاسف هنا مفيش اي عيش مصري، قلبنا الدنيا مش لاقيين. الموجود هو العيش الشامي وفي العيش العراقي اللي قريب شويه من المصري، لكن العيش المصري برد اللي احنا متعودين عليه مش موجود نهائي. الحمد لله والشكر لله كناهم وظبطناهم، والمعامله جوه كانت لطيفه. يعني لو خدت بالكم الناس محترمه، يعني ما قالوش حاجه على الكاميرا، ما قالوش اي حاجه في اي حاجه. صح ربنا مش عايز ادب في المطعم لان انا كده كده هروح، والدتي عامله اكل، فاستنى الاكل بتاع البيت هيبقى افضل مليون مره من اي اكل بره. تمام. بالنسبه لاسم الشرطه فاحنا عندنا مشكله صغيره جدا جدا. طبعا انتوا فاكرين المبنى ده اللي بدانا فيه بالانترو وقلت لكم ان ده اسم الشرطه، هو ده فعلا اسم الشرطه، ولكن مش زي اول مدينه احنا صورنا فيها اللي صورنا فيها ودخلنا الاسم وكان عباره عن اسم فقط. ولكن المبنى اللي ورايا ده عباره عن الاسم، وحده المطافي بتوع الميه، كل حاجه في بيلدينج واحد او مبنى واحد، لان المدينه دي مدينه صغيره. فدي المشكله ان احنا لو دخلنا جوه احنا هنتوه عشان مش عارفين فين الضباط، وبعدين هنخش بالكاميرا قصاد ده كله هيحصل لنا مشكله. فالاسهل والاحسن لينا اللي احنا ندور على ضابط شرطه ونلف المدينه ونحاول ندور على اي ضابط شرطه يقبل انه يصور معانا او نحطه قدام الامر الواقع. فتعالوا نركب العربيه ونطلع ندور على الضابط. قبل ما ندور على الضابط عايز اوريكم ان المبنى الاسم هناك اهو. شايفين بقى البحيره والجمال اللي قدامه، عاملين زي بحيره كده فيها البط بيلعب، تحس بقى انك ايه الحياه مرفهه شويه. شايفين بط، لو انتوا شايفين البط هناك اهو، بحيره بنافوره. المنظر الصراحه يجنن زي ما انتوا شايفين، حاجه جميله جميله جميله. يعني ده انا
متعود ان مدخل اسم الشرطه يكون قدامه بحيره وكلام جميل كده. شايفين عربيتي واقفه هناك اهي، وراكن جنبها عربيه اودي سودا رايقه قوي قوي قوي. فباذن الله باذن الله احنا لما نخلص المرحله دي يا رب يا رب نوصل للمرحله دي. والان فلتبدا رحله البحث عن الشرطي المفقود. الاقيك فين يا عم البوليس؟ الاقيك فين؟ المدينه صغيره، وانا اعتقد ان ما فيهاش عدد البوليس الكبير اللي نقدر من خلاله نلاقيه في كل حته. ف مش عارف، ادينا ماشيين في الطريق وانا بحاول ابص يمين وشمال. المشكله لو لقيت حد ماشي يعني هفضل اتتبعه ولا يعني انا مش عارف. انا على الله حكايتي دلوقتي، انا كده ماشي بحاول ادور على اي بوليس. تعال ناخد اليمين ده ونشوف ايه ممكن يكون موجود في الحتت اللي فيها عربيات كتير وفيها ناس كتير. A few minutes later. يا جماعه انا بقالي 7 دقايق دلوقتي بلف ومش لاقي بوليس. هي المدينه امان للدرجه دي، لدرجه ان ما فيهاش اي بوليس ولا ايه؟ يعني ما فيش خالص، ما فيش يا جدعان. وايه بنانا ريبابليك دي كمان. المهم انا مش لاقي اي بوليس، مش لاقي والله. من كتر الزعق ومن كتر ما انا مش لاقي الظابط بفكر اسوق بسرعه قوي 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 لحد ما واحد منهم يلقطني ويديني مخالفه. وهو بيديني مخالفه بقى اساله، بس دي فيها 300 400 دولار مخالفه، ف بلاش يعني، احسن نقعد ندور وخلاص. 1 hour later. بصوا عشان اليوم ما يضيعش واحنا عمالين ندور على الظابط، والساعه دلوقتي بقت 3 وشويه، فيا دوب نلحق نروح الجامع الوحيد اللي موجود في ساوث ليك. واحنا في الجامع واحنا في لما نروح نزور الداون تاون والكلام ده كله، لو لقينا ظابط نساله ونسعى ونحاول ان احنا نلاقي اي ظابط. ولكن دلوقتي خلينا نتحرك على الجامع. واللي انا اكتشفته ان ساوث ليك اللي صعب فيها تلاقي مطعم عربي او سوبر ماركت عربي وكل الكلام ده، تلاقي فيها جامع، تلاقي فيها اسلاميك سنتر اسلامي او مركز اسلامي للمدينه هنا. فشكله لطيف، لقيته على جوجل ماب، فتعالوا نطلع عليه. وده يعتبر المسجد الوحيد اللي موجود في مدينه ساوث ليك، فتعالوا نطلع عليه نخش نشوف شكله من بره عامل ازاي. لو عرفنا نخش جوه ونتكلم مع الامام هنشوف الدنيا. تعالوا بس نطلع عليه في نفس الوقت ندور على الظابط، عشان احنا مش هنقفل الفيديو ده بامر الله بامر الله بنسبه 90% الا لما نلاقي الظابط ونتكلم معاه، نساله على المدينه عامله ايه، هل المدينه امان، بترشح نعمل ايه في المدينه، تقييمك كام للمدينه، هل في حوادث شوتنج كتير يعني طخ نار وكده، في حوادث عموما، ايه اصعب حاجه شفتها. احاول اساله على قد ما اقدر واحاول احلبه على حسب احلبه ايه على حسب الشخص اللي هنبقى قابلينه، هل هو يبقى نايس، هل هو يبقى شخص محترم. يلا بس نطلع الجامع يلا. المفروض ان الجامع على الشمال هنا، المفروض ده مدخل الجامع. ف ايوه هو الشمال ده. ده مش جامع، ده صغير. شايفين مكتوب ايه؟ اسلاميك سنتر اوف ساوث ليك. جميل. تعالوا نركن ونشوف ايه الكلام. تمام احنا وصلنا. انا شايف ملعب باسكت هنا وشايف باك يارد كبيره انا برجع لها بعدين، ولكن انا ملاحظه ان مفيش حد، المسجد فاضي. فيا رب الاقي الامام جوه. يعني ده المبنى اهو، واعتقد ان مفيش حد، يعني مفيش حد راكن عربيته بره. فهل ده ممكن؟ في اوضه هناك اهي مكتوب prayer room open فجر تو عشاء. دي اوضه الصلاه. مستحيل ده يكون الجامع، يعني اكيد الجامع جوه هنا ولكن مقفول. الجامع مقفول. طب تعالوا نشوف البراير روم اوبن فجر تو عشاء. اعتقد دي الاوضه اللي ممكن تصلي فيها بعد ما ميعاد الصلاه يعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اعتقد، وانا شايف هنا حاجه انت تتوضى فيها زي ما انتم شايفين. وبسم الله. هل في حد جوه؟ وده زي شاور. ايه ده؟ في شاور لو انت عايز تستحمى، وحمام قاعده بتاعته، و في صندوق تبرعات و need your donation. طب ممكن اي حد يخش ياخد التبرعات دي. وزي ما انتم شايفين مصليات، وفي قرآن كريم لو انت عايز تقرأ تقعد، كتب احاديث ومصليات ورا كمان، وسبورة ومعرفش ايه ده الصراحة. فاعتقد انت لو فاتتك الصلاة بتيجي تصلي هنا. وانا شايف المصلية فيها قبلة. ايه ده؟ انا اول مرة اشوف الكلام ده. المصلية جاي فيها بوصلة تحدد بيها القبلة. هي دي الأوضة الصغيرة. طب احنا عايزين الإمام. صلاة ربنا انا حظي في المساجد مش قد كده. يعني الفيديو الأولاني شفته اللي حصل في جامعين واللي الإمام عمله معانا، ولكن هنا أصلا مش لاقي الإمام. فشكل كده هصلي العصر في الأوضة دي واتكل على الله. بس تعالوا كده ندور ممكن نلاقي اي دليل. ده الجامع من ورا، انا شايف حته تقعد فيها، وشايف هنا ملعب باسكت، او يعني حته تلعب فيها باسكت زي ما انتم شايفين. ملعب باسكت تاني وملعب باسكت تالت، وشايف باك جنينه كبيره، ودي يعتبر حته ارض مالهاش علاقه بالجامع. وده الجامع من ورا.
بس الجامع فاضي ما فيهوش اي حد. بس صراحه ربنا عاجبني فكره ان هم عندهم اوضه مفتوحه، لان ده اصلا هنا مش موجود، مش حاجه اسمها اوضه مفتوحه ان ممكن يدخل فيها ناس هومليس، يدخل حد يعمل فيها حاجه. ولكن عاجبني جدا وده يبين ان المدينه امان، ان هم عندهم اوضه مفتوحه من الفجر، من صلاه الفجر وصلاه العشاء مفتوحه. اي حد معدي مسلم فايته الصلاه يخش يصلي لوحده هنا، او مثلا جاي بعد ميعاد الصلاه بشويه لسه عنده مكان وفيه شاور وفيه حمام. فدي نقطة تحسب للمكان جدا جدا جدا، ونقطة جميلة جدا جدا. المفروض ان العصر دلوقتي يعني العصر جدا دلوقتي 3:30 او 3:15، لكن مفيش حد في شكل ما اعرفش، مش عارف والله. المفروض ان صلاة العصر دلوقتي ومفيش حد. ف خلاص، بس اللي احنا اكتشفناه حلو جدا فكره الاوضه اللي انت ممكن تصلي فيها الصغيره دي. وكمان الميزه فيها ان فيها شاور، فيها كل يعني لو حد جاي تعبان من الشغل في حاجه عايز ياخد يستحمى ويتوضى ويصلي ويعمل حمامه ويظبط دنيته، الاوضه دي فيها كل حاجه. الحمد لله شكر لله صلينا العصر، وعجبني قوي 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 فكره المصليه اللي فيها بوصله بتوريك القبله من غير تليفون، من غير موبايل، من غير اي حاجه. عجبتني قوي، دخلت دماغي قوي. المهم دلوقتي احنا هنطلع على الداون تاون بتاعه الساوث ليك، نتمشى فيها، ناخد جوله، نشوف ايه الدنيا وايه الكلام، وفي نفس الوقت نحاول ندور على الشرطي المفقود، نحاول ندور على اي ضابط عشان نقعد نتكلم معاه ونساله كذا اسئله، وباذن الله هنلاقيه في الداون تاون. يعني لو مش في الداون تاون هيبقى فين تاني بقى؟ يعني اخش له بيته واروح له بيته ولا اعمل فيه ايه؟ بس محلول بامر الله. يلا نطلع الداون تاون. وصلنا الداون تاون، وزي ما انتم شايفين مفيش مباني عاليه، مفيش كل الكلام ده. داون تاون بسيطه جدا وفيها كل الحاجات اللي تعمل فيها الشوبينج فقط. يعني ده كده لفه 360 للمدينه. زي ما انتم شايفين في فيكتوريا سيكريت هناك، في نايكي، في باث بادي وورك، المكان ده بتاع العنايه بالجسم والكلام ده كله. ولكن زي ما انتم شايفين داون تاون بسيطه، وشايفين شجره الكريسماس اللي هناك دي. والمدينه دي انا كنت جيتها قبل كده في احتفالات قبل كده زي الفورس اوف جولاي، وصورنا فيها الفيديوهات اللي احنا كنا بنسال فيها الناس في الشارع لو فاكرين. كل ده كان في المدينه دي، لان عندهم شويه ايفنتات حلوه يبقى فيها ناس كتير يتفاعلوا معاك والكلام ده كله. ولكن هم مظبطين الداون تاون، انا عاجبني يعني مظبطين الشجره عشان احتفالات عيد الميلاد بدري قوي. على قد ما انا عاجبني ان انا بتمشى في الداون تاون وكده، على قد ما انا عيني عماله تروح يمين وشمال، عمال ادور على ظابط نتكلم معاه. ولكن يا جماعه العربيات هنا انا شايف مرسيدس، يعني اللي ورايا دي مرسيدس راكنه اهي، اللي يعرف نوعها انا ما بفهمش في العربيات، ما اعرفش دي الساعه دي ولا ايه البيلد. ده مبنى السيتي، مبنى المدينه، زي الوحده المحليه او مبنى المدينه. وشايفين دي الخريطه اللي فيها كل حاجه تبع الداون تاون. دي التاون سكوير او بمعنى صح الداون تاون، ودي كل البراندات اللي موجوده، من حاجات للستات للشوزز للاكسسوارز للرجاله. عاملين لنا سيكشن اخيرا هيلث بيوري، المطاعم والخدمات، الكتب والهدايا والالعاب، حاجات للاطفال وحاجات الكترونيك. عندهم ابل ستور حلو ده، ممكن نروح فيها كذا حاجه تتعمل. ولكن لازم يكون معاك فلوس متكيش عشان خاطر تعرف تستمتع انك تشتري حاجات وكده. واللي ما يتسمى ورايا اهو ستاربكس اللي ما يتسمى. تعالوا دلوقتي انا لقيت ابل ستور جنبنا هنا بتاع التاون سكوير، تعالوا ناخد فيه جوله، ان انا بحب الابل ستور، احب اتمشى فيه والكلام ده. بصراحه ربنا انا مش فاكر دلوقتي الابل رقم كام اللي نزل الجديد، ولكن هو في واحد لسه نازل قريب. فين ده الابل ستور وشكله زحمه يا لهوي، ده كانهم بيشتروا من جروسري ستور. شايف الدنيا حلوه يا جدعان، ده المكان طلع زحمه. انتوا شايفين ورايا قد ايه ناس، كل دول بيشتروا تليفونات وجرابات وليله. الموضوع غريب. شايفين ده الايفون اللي نازل جديد ده ال 15 بس عامل $799 او قسط ب $33 في الشهر. صراحه ربنا انا حاسس ان انا لا انتمي للمكان ده. الاسعار اللي انا شايفها اصلا تخوف لوحديها. فحرفيا المطاعم مش زحمه زي ابل ستور. ما توقعتش الزحمه دي الصراحه، فاتقفلت منه ومشيت. يعني ده محل هدوم زي ما انتم شايفين، ولكن اللي مخليني اصوره هو الجاكيت اللي انتم شايفينه ده جاكيت. ده ملبس مين ده؟ هي داون تاون خفيفه لطيفه، ولكن ما فيهاش حاجه، كله شوبينج وكله شراء. فلازم تكون عامل حسابك في فلوس عشان خاطر تيجي تعمل شوبينج في الابل ستور بقى. فهنا كنتوا شايفين بورش ورايا، دي بورش، عربيه بورش سودا. وكنت انا اصلا صورت كل العربيات دي في فيديو بتاع العربيات، ولكن البورش دي رايقه. شايفين اهي ورايا داون تاون رايقه والجو حلو، فمديه كده فايب حلوه. ولكن ما فيهاش حاجات كتير تتعمل. يعني قدام بامر الله لما نروح داون تاون دالاس ولا داون تاون فورت وورث، ولما نروح نستكشفها دي بقى الداون تاون بقى، يعني مباني وجولات وحاجات وفيها حاجات اصلا تتشاف. انما دي صغيره جدا لان المدينه صغيره زي ما قلت لكم، فما فيش يعني مفيش حاجات كتير تقدر تتعمل في قلب المدينه دي. طب احنا دلوقتي ناقصنا حاجه واحده. يعني الداون تاون لطيفه وكل حاجه واستفدنا منها، ناقصنا حاجه واحده وهو البوليس. يعني مش لاقي بوليس واحد نقدر ان احنا نتكلم معاه او نسجل معاه او نساله حتى عن المدينه، لان البوليس هو هيبقى اكتر واحد عارف عن المدينه وعارف عنها كل حاجه. تمام، دلوقتي حرفيا اليوم بيضيع، حرفيا اليوم ضاع واحنا لسه ما عملناش اخر تحدي، وهو ان احنا نلاقي
الشرطي نسجل معاه. فاحنا قاعدين بنحط بنزين لعل وعسى يجي لنا ظابط كده يقف لنا في اي حته. مشيت لفيت مفيش، مش لاقي اي ظابط. وده التحدي الوحيد اللي حرفيا مش بايدي، لان الاسم ما طلعش اسم، والبوليس مش لاقيه في اي حته. يعني حتى بيبقى ساعات في المدينه هنا كان بيبقى في منهم بموتوسيكلات، كان بيبقى في منهم بعربيات واقفين في حتت بيلقطوا الناس اللي بيعملوا سبيدنج، كل الكلام ده، ولكن لحد دلوقتي انا مش لاقيهم. فهنحط بنزين ونكمل لف لعل وعسى نقابل واحد. انا اتاكدت يا جماعه ان المدينه دي سيف، او يعني البوليس ما مالوش تحركات كتيره في حتت كتيره. يعني في مدن تانية بتلاقي عربيات البوليس رايحه جايه بتنور، وعربيات الاسعاف والمطافي بتلاقي كله في حركه في قلب المكان. ولكن هنا الدنيا هاديه، على قد ما في زحمه زي ما انتم شايفين، ولكن الدنيا هاديه خالص، مفيش مشاكل، مفيش اي حاجه، مفيش دوشه من الاخر. حرفيا العربيه اللي قدامي دي فيراري، لقيت الفيراري وما لقيتش الظابط. انا شايفين العربيه اللي قدامي دي بحاول الحقها، يعني اكيد مش هلحق الفيراري. حرفيا لقيت الفيراري ومش لاقي الظابط. فيراري يا جماعه، لقيت الفيراري ومش لاقي الظابط. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ بصوا يا جماعه، من الاخر كده انا غلب حماري. احنا قضينا اليوم كله في المدينه وما ظهرلناش ظابط واحد قسما بالله. ولكن هي كمدينه فهي مدينه حلوه جميله وكل حاجه، ولكن ما فيهاش حاجات كتير تتعمل زي ما انتم شفتوا. احنا كده من ال5 مهمات احنا نجحنا في 4 وفشلنا في 1، واللي هي الظابط او الاسم. لان بالنسبه للاسم هم ما عندهمش اسم، وبالنسبه للظابط انا مش لاقي ظابط. ولكن احنا كده عملنا 4 مهمات او 3.5 عشان المسجد ما يتحسبش ان احنا ما لقيناش الامام اللي نعرف نتكلم معاه. يعني حرفيا كنت انا رحت في صلاه العصر والامام مش موجود. هي المدينه غريبه شويه، ولكن احنا حاولنا على قد ما نقدر. هطلب منكم طلب واحد، وهو ادوا لي اقتراحات. هل ده كفايه ان احنا بنغطي المدينه كده، ولا عايزين حاجات زياده او حاجات اقل؟ المدينه دي مش زي اول فيديو، لان انا زي ما قلت لكم مفيش حاجات كتير تتعمل، مفيش حاجات كتير تتشاف. ولكن في المدن الكبيره بامر الله هيبقى في حاجات احسن واجمل. ولكن لو عندك اي اقتراح انزل اكتبه تحت في الكومنتس، انا بقرا كل الكومنتات. فاكيد لو اقتراحك حلو هنفذه واحطه في الفيديوهات بتاعت السلسله اللي جايه. بس ما تنساش انت على الفيس تعمل لايك. اللايك مهم جدا 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 لتاني يوم الصبح. ولو مش مشترك اشترك في القناه، قربنا خلاص نوصل ل 50,000، اللي هو نص ال 100,000 التارجت بتاعنا. واهم حاجه عشان تتابع الفيديوهات اول باول، عشان لو ما بتظهرلكش دوس على زرار التنبيهات، عشان لما اقول لك انا كعمر لما انزل فيديو يقول لك عمر ايمن نزل فيديو جديد. كذلك لو انت على الفيس ما تنساش تخش تعمل فولو جوه. احنا قربنا خلاص على ال 85. تعمل لايك وكتب لي في الكومنتس برضو اي اقتراحات عايزه نضيفها، خاصه في السلسله بتاعه استكشاف تكس. وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك الاوفر سايز كله